الأمير بدر بن عبد المحسن مهندس الكلمة وأيقونة الشعر السعودي، توفي اليوم السبت الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن عن عمر ناهز 75 عاما. نعم مسؤولون ومشاهير سعوديين وعرب الأمير بدر بن عبد المحسن الملقب بمهندس الكلمة. كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في تغريدة أبو حسابه: رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن وغفر له وأسكنه فسيح جناته. عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه والآل سعود الكرام والشعب السعودي. خبر حزين وأحس فقدت أبي، لكن لا أقول إلا الحمد لله على كل حال. ولد الأمير بدر بن عبد المحسن 2 أبريل 1949، كان من أبرز الشعراء في الجزيرة العربية. ساعد على انتشار قصائده وتقديمها في أغنيات لحنها أبرز ملحنين الخليج من أمثال طلال مداح وعبد الرب إدريس وسامي إحسان. وهو الملقب بمهندس الكلمة وأيقونة الشعر السعودي، والفنان والفيلسوف الذي لا يكل ولا يمل من إبهار جمهور المتعطش له دائما ليبقى البدر مضيئا منذ نحو نصف قرن. وعرف على الساحة السعودية والعربية بأنه أحد أبرز رواد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، وله مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع والاجتماعي والسياسي السعودي خصوصا والعالم العربي عموما. تعني بقصائده بها بعض من أبرز تغنى بها بقصائده بعض من أبرز المطربين مثل طلال مداح ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وخالد عبد الرحمن وعبد الله الرويشد وكاظم الساهر وصابر الرباعي وراشد الماجد. نال الأمير راحل عدة تكريمات من خلال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منحي وشاح الملك عبد العزيز عام 2019، كما كرمته الهيئة العامة للترفيه 2019. أعلنت هيئة الأدب في مارس 2021 عزم على جمع وطباعة الأعمال الأدبية الكاملة للأمير بدر تقدير الإسهامات في الحراك الإبداعي السعودي خلال 5. تولى سنة 1993 رئاسة الجمعية السعودية للثقافة والفنون، عين رئيسا لتنظيم الشعب السعودية. تم تكليفه لعدة سنوات بكتابة الأوبريتات الافتتاحية لعدة مهرجانات محلية، أبرزها مهرجان جنادرية، وضمن 5 دواوين هي هام السحب وشاهد الحروف ورسالة من بدوي وما ينقش العصفور في ثمرة العذق ولوحة وربما قصيدة. بعد وقت في ميدان الشعر لامس نصف قرن صدرت أعماله الشعرية الكاملة تزامن مع معرض رياض الدولي للكتب عام 2022. هي هام السحب، شاهد الحروف، ما ينقش العصفور في ثمرة العذق، لوحة ربما قصيدة، رسالة من بدر، بإشراف مؤسسة بدر بن عبد المحسن الحضارية بالمبادرة من وزارة الثقافة ومن هيئة الأدب والنشر والترجمة وتنفيذ شركة المحترف السعودي التي تسهم بشرف الهيئة على ترجمة هذه الأعمال الشعرية للغتين الإنجليزية والفرنسية من خلال لجان متخصصة لنقل تجربة الأمير بدر بن عبد المحسن الشعرية إلى العالمية.